السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ إيه يا رب تكونوا بخير. إيه النهاردة بقى هعمل لكم وصفة خطيرة جدا جدا، هي السويت اند ساور تشيكن. إيه مع كده المكرونة الشرايط الجميلة دي. بنروح المطاعم بقى ندفع مبلغ وقدره يعني. إيه وفي شوية طبق صغنن كده احنا عملنا كذا طبق وفات كمان، اتغدينا وتعشينا منه. عايزه اقول لكم والله وفات كمان. جربوا ان شاء الله الطريقة دي ومضمونة مليون في المية، بجد هتعجبكم جدا والله. طبعا الصورة بتتكلم والريحة بتتكلم. انا كنت مستعجلة بصور بسرعة، كنت مستعجلة لان الكهرباء عندي بتقطع، فكنت عايزة اصور لكم حتى في فيديو والله اتمسح وانا بقلب المكرونة. يلا نخش على المقادير. معايا دلوقتي اهو حوالي كيلو الا ربع صدور كده، انا مقطعاها. انا اللي مقطعاها مكعبات، ونزلت عليهم بنص كوبايه من النشا الذره العادي ده. تمام، انا مقطعه القطع يعني قطمه كده، مكعبات صغيره بعد ما غسلتها طبعا، وحطيت عليهم نص كوبايه من النشا. حلو كده، خلاص غلفت الفراخ بيها. نيجي بقى نحضر الكفر التاني. كوبايه دقيق، عليهم معلقتين نشا كبار، وحطينا عليهم بضايه، وهنحط عليهم توابل. نص معلقه ملح، نص معلقه توم باودر، نص معلقه بابريكا، نص معلقه فلفل اسود. تمام كده، تمام. هنيجي بقى على الخليط ده، ننزل بكوباية مية او يعني تفضلي تقلبي فيه كده لحد القوام هوريهولك دلوقتي، لا هو خفيف قوي ولا هو سايل قوي، يعني يكون هوريهولك دلوقتي هتشوفيه. علشان انا حاولت والله اقربه لكم على قد ما اقدر، علشان تشوفوا السمك بتاعه ازاي، هو ده اللي هو خفيف ولا هو تقيل. تمام كده، نفس السمك ده، انا ده السمك ده مظبوط جدا. هنجيب بقى ايه الفراخ بتاعتنا اللي احنا حطينا عليها النشا وغلفناها بنص كوبايه النشا، ونحط الخليط ده فوقيهم ونسيبهم بقى على ما نعمل الصوص بتاعنا. هنقلبهم بقى مع بعض كده علشان ده بقى خلاص جاهز على التحمير. كده خلاص، بعد ما نقلبهم مش هنحط بقى، مش هنضيف اي حاجه، هنحمر على طول. يلا نخش على الصوص. الصوص بقى معايا بتاع سويت اند ساور. ربع كوبايه من خل التفاح. حلو، مع عليهم معلقتين صويا صوص، معلقتين صويا صوص كبيره، عليهم معلقتين كاتشب كبار. حلو كده، حلو كده. هنزل لكم المقادير في صندوق الوصف. عليهم معلقه كبيره من عصير الاناناس اللي هو الكمبوت ده. تمام كده، هناخد العصير بس. بعد كده نحط معلقتين سكر كبار، وعليهم معلقه عسل كبيره، عسل اسود. خلاص، معلقتين سكر كبار عليهم معلقه عسل اسود كبيره. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه كده بسرعه. في سهم كده جنب العنوان هنزل لكم ان شاء الله المقادير فيه تاني ان شاء الله، يا رب تكونوا كده شرحي واضح. هنزل بقى عليهم بفصين توم مفرومين، وهنقلب كده الصوص جاهز معايا. نيجي بقى في طاسه على النار، نحط فيها الزيت بتاعنا ونسخنه، وننزل بقى بمكعبات الفراخ اللي احنا غلفناها بالتنبوره الحلوه بتاعتنا دي. تمام، نزلي بقى ايه قطعه قطعه كده. عايزه اقول لكم بقى وهي بتتحمر ريحتها حلوه قوي، مع ان تتبيلتها مش كتير بس ريحتها خطيره. نيجي بقى هنا، مش هتقلبيها لما تحسي ان هي اتشمعت خلاص. تمام كده، عشان الكفر ما ينزلش منك. هنا خلاص اتشمعت معايا اهي. هقلبها بقى لحد ما تاخد معايا لون ذهبي حلو كده. تمام، هوريكم بقى اللون اللي انا عايزه اوصله دلوقتي. تمام كده، اللون ده فل قوي كده. طلعي بقى، هاتي مناديلك بتاع المطبخ، وطلعي الفراخ بتاعتك علشان نجهز بقى للخطوه اللي بعديها. الله، ريحتها حلوه قوي وطعمها حلو. عايزه اقول لكم انا اكلت نصها وهي كده والله. نيجي بقى للخضار اللي احنا هنعمله. معايا بصلايه صغيره، قرن فلفل اصفر، قرن فلفل احمر، قرن فلفل اخضر، تلاتة كمبوت اناناس من الشرايح كده، بتتجاب علبه يعني. طاسه بقى على النار فيها شويه زيت صغيرين كده، زيت عادي بتاع الخضار. اول ما يسخن ننزل بالخضار اللي احنا قطعناه مكعبات. حلو كده، حلو كده. انا عايزه الخضار بتاعي ما يستواش، انا عايزه الخضار بتاعي كرانشي، فيه قرشه كده.
فانا مش عايزه اهديه قوي. انا اول ما ريحه الخضار بتاعي تطلع تمام كده يعني. فكنت ما تدبليهوش ولا تسويه، لا انا عايزه بس ايه، يعني كله ياخد من ريحه بعضه بس مش اكتر. هنا خلاص كان خلاص ريحته طلعت بقى، انزل بالصوص الخطير بتاعي ده على الخضار. تمام كده، تمام كده. اول بقى ما احس ان هو هيبقبق كده، اول بقبقه بس كده ما تستنيش، خلاص بدأ يبقبق كده، انزل بقى بقطع الفراخ اللي انا حمرتها في الطاجن الجميل اللي انا عملته ده. تمام كده. هنزل بقى بقطع الفراخ كلها واقلب بقى لحد ما الصوص ده يشرب، الفراخ تشرب الصوص ده. او مثلا هوريهولك دلوقتي. اول تحسي ان الفراخ لمعت كده، او تحسي ان هي بقت شبه بقى خلاص السويت اند ساور تشيكن. تمام كده، تبقى خلاص هي جهزت بقى. اول ما تلاقيه بقى ايه الصوص ده خلاص الفراخ شربته والفراخ لمعت بقى، بصوا خلاص هنا خلاص شربته والفراخ بتاعتك لمعت، خلاص هنا تطفي عليه بقى على طول. شايفين؟ عايزه اقول لكم يعني شامين الريحه، الريحه والطعم والله العظيم خطير جدا، خطير خطيره خطيره. يلا بقى نخش على المكرونه. انا كنت سلقت كيس مكرونه شرايط، مكرونه شرايط عاديه، ممكن تاكلي جنبها رز عادي ماشي. ونيجي بقى كده في حله على النار، نحط شويه زيت وننزل بشويه الخضار اللي انا مقطعاهم، جزرايه، نص فلفله اصفر، نص فلفله اخضر، نص فلفله احمر، بس كده. طبعا الجزر يعني ايه، كفايه جزرايه، الجزر ب35 جنيه. اول ما الزيت يسخن ننزل بقى بالخضار اللي احنا مقطعينه شرايح كده. ده طبعا هنعمل بقى المكرونه، وانا كنت سلقت المكرونه بقى اللي هي كيس مكرونه شرايط. وبعد كده انزل بفصين توم مفرومين، واقلب بقى الخضار الجميل ده كله مع بعضه كده. برضو مش هدبله، انا عايزه الريحه بس، بشم الريحه، ريحه الخضار كله يتجانس مع بعضه كده، خلاص تمام. يبقى كده هو زي الفل. خلاص انا شميت اهو. انزل بقى بربع كوبايه من الصويا صوص، ربع كوبايه اي صويا صوص عندك موجود، مش شرط يعني تجيبي حاجه مخصوصه، اي حاجه موجوده في السوق. ربع كوبايه من الصويا صوص، عليهم معلقتين كبار من الكاتشب. حلو كده. وهجيب بقى دلوقتي كوبايه من سليق المكرونه، او كوبايه من الميه بتاع سليق المكرونه، هدوب فيها معلقه صغيره من النشا، وهنزل فوق الخليط ده وافضل اقلبه كده لحد ما يديكي صوص تقيل. حلو كده. يا رب اكون قدرت اشرح واوصل لكم المعلومه. اول ما الصوص ده يتقل بتاعنا هننزل بقى عليه بالمكرونه، بس للاسف المقطع ده اتمسح عندي. هوريكم الصوص دلوقتي تقل ازاي. خلاص الصوص عندي بقى تقل اهو. اول ما حطيت ميه المكرونه بالنشا، هنزل بقى بالمكرونه واقلبها، وبعد كده هقدمها بقى المكرونه وعليها فوقيها بقى الفراخ اللي احنا عملناها. بجد والله طعمها تحفه، والولاد اتبسطوا بيها جدا يعني. وتغيير بقى يعني، حاجه تغيير. انا عندي عيالي بيحبوا الكلام ده قوي ما بيحبوش الطبيخ والبلبطه دي، لا بيحبوا الاكله دي وبيتبسطوا بيها جدا والله يعني. واكله مغذيه، فراخ وخضار ونشويات، يعني حاجه كده من الاخر يعني، فيها وجبه كامله متكامله. الطعم والريحه بقى والله هسيبكم انتوا تجربوا. رشه بقى سمسم على الوش كده، يا سلام، شويه كالسيوم بقى على الوش كده. مديها سيستم السمسم، مديها تست كده. طعمها حلو قوي بجد والله. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش لايك وشير. لو انت اول مره تشوفي القناه تشتركي فيها وتفعلي الجرس علشان يوصل لك كل جديد انا بنزله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.